الاهلي يتعادل مع بتروجيت بطعم الهزيمه، او بطعم ان مفيش لعيبه، او باي طعم انت تختاره بقى. مفيش لعيبه ماشي، عدم تنسيق معاك، عدم تمركز في الملعب شغال. عندك لعيبه ما ينفعش اصلا تلبس تيشيرت النادي الاهلي وبتلعب في النادي الاهلي معاك. يعني هتقول لي فيه لازم يبقى فيه غربله، اقول لك لازم يبقى فيه غربله في شهر يناير. اصل ده مش ماتش. انت كل ماتش بنكتفي ان انت فزت، ماشي، بس ان الاداء زفت. النهارده ولا اداء ولا نتيجه، يعني لولا جون جرانتشار اللي نزل اللي عليه كلام كتير قوي بيتقال بعد الجون ده، ويقول لك ده فاول على من رمضان، ده اوف سايد على جرانتشار. هقول لك ولا اوف سايد ولا فاول على من رمضان، ده رايي. واللي يخلي كمان رايي اكيد كمان ان محمود بسيوني الحكم اللي كان موجود النهارده اللي عليه برضو حاجات غريبه بتحصل، عادل فار وقال لك جون. فما تجيش تقول لي لا ده في مشكله في الجون او ده عشان الحكم مجاملكم. هقول لك لا، الحكم ما بيجاملش معانا، وما بحبش اتكلم على الحكام. ما بحبش اتكلم على الحكام عشان الحكام من اول من بقالنا مده كبيره النادي الاهلي طالب الحكام المصريين، وكان في مشكله بسبب الحكام المصريين، وانتوا جماهير الزمالك والبيراميدز قال لك لا احنا ملتزمين بالحكام المصريين، والاهلي انسحب بسبب الحكام. فما بنحبش نتكلم عن الحكام. بس سيبك بقى من الحكام وسيبك من الجون، الاداء نفسه. انا دلوقتي انا عاوز اعرف، انا عاوز دلوقتي اعلق شماعه التعادل ده على حد، اعلقه على المدرب ولا على اللعيبه؟ يعني حد يجي يسالني دلوقتي انتوا تعادلتوا النهارده السبب مين؟ المدرب ولا اللعيبه؟ انا رايي، انا ما احكمش على المدرب دلوقتي، انا رايي اللعيبه. اللعيبه يعني المدرب هيقول للعيب دي تلعب ازاي؟ يعني واحد زي طاهر محمد طاهر هيقول له العب ازاي؟ يعني السنه اللي فاتت اخر كان نجم في اخر الدور الاولاني او الثاني، كان نجم. السنه دي مفيش. مجدي قفشه بقاله سنتين في ايه؟ مجدي قفشه النهارده المذيع نفسه بيقول مش عارف تقف على رجله، فكرني بفيلم غريب في بيتي، نور الشريف لما قال له مالك يا شحاته انت مش عارف تقف على رجلك ليه؟ جرينتشار جه الدنيا اول ما نزل دخل جول. طب والفرصه الثانيه اللي جات لك دي، انت جالك كميه فرص في الشوط الثاني، انت عمال دوست بنزين. فعلا ما حدش قال لك لا، الاهلي في الشوط الثاني داس بنزين جامد، كان بيلعب في قلب ملعب بتروجيت ماشي، بس مين اللي بيخلص؟ مش حد بيخلص. حد موجود بيخلص. فلازم عندك في يناير غربله وتنظيم لعيبتك. انا مش عاوز لعيبه اسامي بس على الاونطه، مش عاوز اسامي اللعيبه عندي تكون باسامي. يا عم اللي ما يمشي، يا عم يروح الزمالك، يروح بيراميدز، يروح اللي عاوز يمشي يمشي. اما ما تجيش دلوقتي تحرقوا دم النهارده للجمهور. ماتش المفروض انت داخل. ما فيش حاجه اسمها في فريق الدوري المصري اليومين دول فريق ضعيف بس انت الاهلي بطل الدوري، تلعب بروح البطل. المفروض داخل الماتشات دي اي نقطه انت فاتها خساره عليك. ليه؟ عشان انت عندك بيراميدز جاي من ورا، جاي لك، جاي هيكتسح. وبيراميدز ما بيحلش، بقى منافس رسمي مع الاهلي والزمالك. انا ما بيشغلنيش والله ولا الزمالك ولا سيراميكا ولا المصري انا اللي شغال بيراميدز. انا بقول لك صريح اهو، واللي يقول لك غير كده قول انت كداب. بيراميدز هو اللي شغلك، وبيراميدز جاي هيكتسح، بس خصوصا كمان تاخد منه الدوري السنه اللي فاتت. فانت هتعمل ايه؟ ده مش اداء، ولا طاهر اداء، ولا قفشه اداء، ولا جريتش نزل دخل جول بعد كده ضيع. بن رمضان ضيع. ضيع تريزيجيه برضو نفس الداء اللي احنا قلنا عليه ان احنا شلناه المره اللي فاتت في الماتش اللي فات، نفس الداء. طب ايه؟ اداره الاهلي، انا عاوز دلوقتي احمل مسؤوليه، عاوز احمل حد مسؤوليه التعادل النهارده. هي هزيمه يعني تعادل بطعم الهزيمه. عاوز احملها لمين؟ كده انا احملها لمين؟ فلازم غربله في شهر غربله. اختار اللعيبه اللي تمشي لك الدنيا. اختار اللعيبه اللي تلعب بلبس اللي تبقى رجاله. انا يعني انا واحد من الناس مستني ان امام عاشور يرجع، الوحيد اللي كان بيلعب برجوله، كان بيلعب حلو. الاصابات اللي بعدته، بس الحمد لله سمعنا الخبر ان خلاص بيتعمل له تاهيل. وكمان انت نازل اللي داخل عليك ماتشات سوبر، ماتش سوبر. يعني هتقابل سيراميكا، والزمالك هيقابل بيراميدز.
ولا كده تقابل الزمالك او تقابل بيراميدز في لو اول او تاني، فانت هتعمل ايه؟ بالاداء ده كل الفرق بتطمع فيك. ده مش اداء البطل، ده مش اداء الاهلي. ده الاهلي، بص جماهير الاهلي ما بتحبش ولا تعادل ولا هزيمه، وكمان بتحب الاداء الحلو. انت ولا عامل اداء حلو وكمان بتتعادل وبتصل بطولتين. انا دلوقتي عاوز اعلق الشماعه بتاعت التعادل ده مع مين؟ على مين؟ حد يجاوبني، حد يجاوب. الحكام ومش الحكام قلنا عليه، انا ما بحبش اتكلم عن الحكام، بس هنعمل ايه بعد كده؟ ما انت الماتش الجاي الماتش المصري، وبعد كده هتسافر السوبر، هتعمل ايه؟ فالنهارده كل جماهير الاهلي كلها زعلانه متضايقه وحقهم. ما لعيبه بتاخد ملايين، لعيب مليونير بيبقى عنده 20 سنه 25 سنه 30 سنه مليونير. ما هو انت بتلعب ليه؟ عشان تبسط الجماهير. فانت كده مش بتبسط الجماهير، فانت الفلوس اللي انت بتاخدها دي يبقى حرام عليك ان انت تاخدها. ده اي حد بيلعب بقى في اي نادي، وخصوصا النادي الاهلي. يعني معروف ان النادي الاهلي كل لعيبه الدوري بيبقى اللي يلعبوا في الاهلي عشان عارفين ان الاهلي بوابته لاوروبا. احتراف، انت عامل نادي اللي بيحترفوا فيه، فبتدفع. بس تدفع بالطريقه ديت يبقى لا، يبقى الفلوس اللي هم ياخدوها حرام. ما ينفعش، ولا داء ولا طعم ولا روح ولا اي حاجه. فقدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله الجاي خير.